ازيك؟ وحشنا يا علي. على المداخله، وسعيد ان انا اكون معاك كابتن. يعني بقى لي فتره ما التقيتش بيك، بس على فكره انا مش في الدوحه. انت انا فين؟ بكلمك من مانشستر. والله انت كنت لسه مخلص من لحظات مباراه مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي في كاس الاف اي كاب، كاس انجلترا كده. خلصت على مانشستر سيتي النهارده؟ خلصت عليهم يا كابتن، بس والله هم يعني النهارده ظروفهم كانت صعبه شويه، لان مانشستر سيتي كانوا واقفين كتير النهارده. بس يعني في اول نص ساعه 3-0 كانت كتير قوي. 3-0 وحاله طرد كانت ظالمه جدا الحقيقه من الحكم كريس فوي، يعني ظلم مانشستر سيتي. طرد كومباني اللي هو البلجيكي قلب الدفاع. طبعا غياب يايا توري وغياب جاريث باري وغياب طبعا بالوتيلي، ويعني كان في غيابات كتيره النهارده جدا يعني. ومع ذلك عادوا وانتهت المباراه 3-2، يعني ان هم يعودوا بالشكل ده 3-2. ويعني لو مانشستر سيتي يعني كان كامل النهارده اعتقد كان ممكن يعمل نتيجه كويسه، لكن هي مباراه حلوه يعني صراحه، ديربي حلوه يعني. طبعا بالتاكيد بالتاكيد جميله وللاسف المباراه دي حرمتني من ان انا اكون في الدوحه مع الاهلي وفي مباراه مع ضرب معلش يعني برضه كان متعوضه ان شاء الله. هو الحمد لله. علي، هل النهارده روني بعد تسجيله هدفين خلاص كده الكلام الكتير، وانا كنت سمعت انه في عرض 60 مليون استرليني من مانشستر سيتي لروني في حاله استمرار الخلافات مع السير أليكس فيرجسون، كده انهى تماما على كل ما قيل والخلافات انتهت ومستقر مع المان يونايتد؟ لا كابتن، المشكله يعني بتاعت روني اعتقد النهارده الهدفين اللي جابهم، حتى النهارده الصحافه الانجليزيه كلها كتبت ان روني يعني عليه ان يثبت ان هو جدير بان يكون روني يعني نعم. روني بقى له فتره عنده مشكله السنه اللي فاتت لما كان بيجدد. هو جدد 5 سنوات اللي فاتت، برضه عمل نفس المشكله واضطر بعد ما يعني كان قال انا همشي واترك ان هو يتراجع واستمر. برضه المشكله بتاعت المباراه اللي خد فيها عقوبه طبعا وما شاركش فيها بلاك بيرن وخد 200,000 طبعا استرليني، يعني طبعا ما يجيش مرتب اسبوع. اقل على فكره مرتب اسبوع بياخد روني 240,000 في الاسبوع يعني. نعم. بس النهارده كان يعني اداؤه كان كويس وكان سبب في الفوز يعني النهارده. علي الو علي، يعني يمكن الكلام كتير حول شراء حقوق الدوري من قناه الجزيره او دبي او ابو ظبي للدوري المصري، والحقيقه انا انتقدت الاتحاد المصري، قلت من غير المقبول ان اتحاد الكره المصري يدلل على الدوري المصري. الدوري بتاعنا ليه طعم وليه لون، واهلا وسهلا بكل القنوات اللي عايز تشتري، واللي مش عايز تشتري برضو اهلا وسهلا، نظل اصدقاء واخوه، لكن لا يتم الاعلام بهذا الشكل. انا شايفه مهين للكره المصريه، وجهه نظري انا الشخصيه، وكنت انتقدت قناه الجزيره الحقيقه لانه كان في قرار او بيان او خبر على موقع خبر عشان اكون دقيق، يعني انه قناه الجزيره بعد اسبوع هتحدد موقفها. فقلت ده يعني في نوع من انواع يعني مش حلو بالنسبه لنا، عدم التقدير بالنسبه للكره المصريه. وبعدين قريت لك النهارده كلام حد كاتب من الزملاء، اظن الزميله بالوفا الخطيب، انه كلمك وان انت قلت له انه احنا مش قادرين ناخد قرار بشراء الدوري المصري بسبب عدم انتظامه. قول لي الحقيقه بالظبط يا علي. لا والله كده، بص، اولا انا بس اوضح حاجه، انا مش من حقي اتكلم في حقوق تلفزيونيه، لان احنا في القناه عندنا في نقطه معينه ان كل واحد يعرف يعني ما له وما عليه. نعم. فالحقوق التلفزيونيه عندنا يعني الحمد لله طبعا مدير عام القناه الاستاذ ناصر الخليفي هو في نفس الوقت مدير عام الحقوق. نعم. يعني هو الوحيد القادر للرد على السؤال، لكن انا هكلمك في حاجه اللي انا اقدر اتكلم فيها، ان انا الى الان ما جاليش يعني تعليمات ان انا استعد كمسؤول معلقين ومسؤول عن الاستديوهات والمذيعين والمحللين ان انا استعد للدوري المصري. فده الرد اللي انا قلته. يمكن زي ما بقول لحضرتك، قلت له انا ما جالي يعني لازم يا كابتن يجي لي في الجدول عشان انا اقدر اقول اوكي احنا عندنا ده، بس الى الان انا ما جاليش استعد. يعني طبعا بناخد اي حقوق دوري او اي بطوله بيقول لنا استعدوا يعني. بس يعني قناه الجزيره طبعا بتقدر الدوري المصري عندنا، يعني احنا الحمد لله بنذيع دوريات برضو عربيه، دوري اردني، دوري مغربي، دوري كنا برضو في طريقنا الدوري التونسي بس ما اعرفش الموضوع ما تمش، لكن الدوري المصري اعتقد شرف لاي قناه، وحتى احنا كمعلقين يعني برضو يعني نعمل على مانشستر ومانشستر مثلا، لكن عندنا مباراه الدوري المصري الاهلي والزمالك والاسماعيلي المصري يعني اتحاد يعني برضه فرق. وده اللي انا قلت احنا لينا طعم تاني الدوري المصري، لكن الفول يعني والكشري والطعميه والمهلبيه والسمك والسمون فيميه والجمبري والخيار والخضار وكل حاجه يعني. لا بس هو يمكن يا كابتن، بس يعني هي برضه امور تسويقيه، انا ما اعرفش الجهه المسؤوله عن تسويق الدوري المصري هل مثلا بتحط اسماء مثلا معينه عشان يرفعوا الاسعار. انا والله مش قادر، انا ما بكلمكش كمسؤول في الجزيره او ان انا كمعلق او كمسؤول معلقين او كده،
لكن اعتقد ان القناه عندنا يعني دايما ما بنتكلمش، يعني القناه عندنا بصراحه افعال. ده صحيح. يعني الدوري الاسباني تلاقي تعاقدنا عليه دون تصريحات ولا دون، صحيح. يعني ما بنعملش مزايدات. فيمكن يمكن البعض حط اسم الجزيره ان احنا مثلا بنحاول ان احنا نقول لا الدوري المصري، لكن هي موضوع الدوري المصري او اي دوري، كان عندنا الدوري السعودي وراح لقناه اخرى. نعم. يعني المواضيع الحقوق دي اعتقد يا كابتن زي اللعيبه، يعني تنتقل من هنا تنتقل لهنا، لكن يعني ما فيهاش لا استهانه بالدوري المصري ولا بالعكس. يعني الدوري المصري اعتقد اي قناه تحب ازاي الدوري المصري، تشوف الاهلي، تشوف الزمالك، تشوف النجوم بتوعنا. وحتى جماهيرنا، انا مثلا في مانشستر قاعد مع مجموعه من المصريين بنتكلم على الكره المصريه، ما بنتكلمش على مانشستر. نعم. علي انا بشكرك شكرا جزيلا ونستمتع دائما وابدا بيك. انا يعني كان عندي